وانا ما بغنيش، انا بتكسف. انتي قمر، الله اكبر. بس اقول لك حاجه، بحبك قوي. انا بعد القعده دي انا غيرت فكرتي تماما. انا ما شاء الله ما شاء الله عليكي، لا انت يعني اسطوره معلومات ومثقفه، واحنا شرف لينا كلنا كده. حياة كريمة، إذا كان ربنا مسخرني وخلاص، بقيت من رؤساء الدول ومخابرات أمن دولة عالمي وكل حاجة، وربنا مسخرني إن أنا أكشف الحاجات دي، أكشف الحقيقة إن أنا مش صالحين، مش نبية ولا الكلام انت الفارغ ده. بس انت قادره تستحملي كل ده؟ هي بتقول لك أبشرك بحاجة إنها قامت وقفت ومشت، مم. فقلت لا، وقفت بس، فقلت بجد يعني، ما مع شاء كده أنت الله عارف. عليها، والله ما اعرف. طب عارف عارفه؟ ما بتحركش. لا لا لا، انتي ربنا يحفظك. ما شاء الله عليها، بتركز في التفاصيل لا، هي قوي، شاطرة ما شاء الله والله عليها. أكبر عليها. مش بصي، بركز في التفاصيل، باخد بالي. صح. عتاب بقى، هتقبلي مني؟ هقبله مني. احنا مش عايزين شتايم بعد كده لحد. أنا مش بشتمش حد. لا يعني في ساعات كده اول ما بتتعصبي تشتمي. ما بقولك أنا ما بتعصبش. إزاي 52 سنة وما عنديش ما شاء الله. تجاعيد؟ صح. لا، عشان معناها إن أنا ما بتعصبش. حياتي. انا ما بتكلمش مع حد الا اذا كنت محترمه عقليته مم. بس. يعني انت كده محترمه عقليتي. اه طبعا. ربنا يبارك لك، والله والله العظيم على راسي. وانا بعتذر لك ان كان حصل تاتش في الاول، بس انا بقول لك مفيش مره هاجي هنا لما لازم اسجل معاكي. انا هقول لك البرنامج وانت تقولي لي مين اللي بيقدمه. الى ربات البيوت. صفيه المهندس الله. دي هايله طبعا. كلمتين وبس. فؤاد المهندس برضو هايل. على الناصيه. اساسا اسمها ايه، ساميه حاجه، ساميه فهمي، حاجه فهمي. امال فهمي، برافو عليك. امال فهمي. اساسا انا مستمعه جيده جدا 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 للبرنامج العام. ما شاء الله عليك. الاستاذ محمد، هم قالوا لي ان الدكتوره ما شاء الله، يعني انا 30 اغسطس 89، 30 8 1989. برج التعبان. لا، البرج التعبان الصيني. هم قالوا لي ان حضرتك يعني ما شاء الله خبيره في الابراج. ما تزعلش مني، بس الطريقه اللي انت اتكلمت بيها كانت فظيعه فوق الوصف. صح. شيل ده. ده عشان الصوت. طب شيل بلاش حطه ده. عندك. هاتي بلاش انا ده. نفسك وانا. بلاش ده. ده بس خليكي هنا، بس ده صوت عشان نجيب الصوت بتاعك. حطه جنبك، مضايقني. طيب. انا بقى مواصفات البرج بتاعي ايه؟ هو المفروض ان هو البرج بيقول عليه برج العذراء اللي هو اشاره 8. مواصفاته ايه بقى؟ 30/8. متاكد؟ والله 30. ولا قبلها وكتبت بعدها؟ لا 30/8 بالظبط. يبقى انت ملك العاطفه. ده غير ان انت كينج اوف باشن يعني. ده غير ان انت علشان برج العذراء بتحب الناس المتحدثين الجيدين، اللي بيعرفوا يتكلموا، يعني بتحب الناس الايه. برافو عليك. صح. المخ في الشخصيه يعني. صح. ايه عيوبي بقى؟ عندك احساس بالانتقام من اي اساءه تعرضت لها حتى لو بعد سنين. ممكن تنتقم وممكن لا. نوعيه الشخصيه اللي زي ديت تنصحيها بايه؟ النصيحه يعني من خبره حضرتك يعني. وتحب الشخصيات الكوكتيل في الشخصيه. زي ايه مثلا؟ هو صح يعني مثلا اللي هو يكون الشخص مثلا مجموعه من الشخصيات. مظبوط. ده في الاصدقاء او وخصوصا في اللي انت عايز ترتبط بيها. اساليه بقى هو مرتبط ولا لا. انا مالي، اهو مش لابس حاجه. اتجوز. لا هي فعلا ما شاء الله. عارفه التاتش اللي حصل بينا ومن بعض بره. انا قلت لازم اصور معاها لان هي ما شاء الله متكلمه، يعني انت ما شاء الله متحدثه وبتتكلمي كويس جدا. وانا بحب الشخصيات دي، بحب انا لقيتك بعد كده سبحان الله هادي وبتتكلم معاهم ومش بتقاطع، فقلت ايه اللي خلاه بقى هادي، ايه اللي خلاه ما بيقاطعش. هقول لك انا ليه كمان يا محمد. لا، هو اللي حصل ان انا اول ما اتكلمت معاك انا ما كنتش جد، كنت بهزر معاك يعني بكلمك عايز حد قال لك تغلس؟ ايوه. لا والله لا. انا عاوز جو ألفة بيني وبينك، يعني ايه، عشان لما اجي اكلمك ما تبقيش متنشنه وتقولي مين ده جاي يعمل ايه. وحتى ما شتمتيني، انا قلت عادي، انا ما اتكلمتش في اي حاجه. بس ما شاء الله دلوقتي لما احنا لا بس انت كده شيك ما شاء الله. ما شاء الله، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. انت اجري يلا. كاجوال برضو معقول. طب ايه رايك في فستاني النهارده؟ ذوقك ما بيجي. هي لها انا ما شفتش اصلا الموديلات دي حتى ما قبل التاريخ. انت جايباها منين؟ حتى في الكتب عندي موسوعه المعرفه اللي هي من ايام زمان ما شفتش الموديلات دي خالص. دكتوره، اكتر حاجه انت قريتيها واثرت فيك، مقوله مثلا. الحكم. ايه زي ايه مثلا؟ انما الامم الاخلاق ما بقت إنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. برافو عليك. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. برافو عليك. ديت اللي هي بتقول إن الأمة أصلا مبنية على الأخلاق. لو الأخلاق راحت
طيب ايه اللي بيخليكي ان انت تتعصبي مره وتشتمي؟ يعني مثلا اتعصبتي من انا مش ضايقتك. بتعصب. انا انت عارف ضايقتك. انا عندي كام سنه؟ انت 52. عندي خطوط. لا ما شاء الله خالص. عندي حاجه بسيطه بس تحت عينيا بسبب النظر، انما ببص في الحاجات ام 2.5 بقرا اللي مكتوب فبعمل يعني بعمل كده سن يعني اهي سنه بسيطه كده عشان اقرا، فيروح ايه عمل لي كسر بسيطه. يعني معنى كده انا ايه مش عصبيه. وبرده ده كده برده سلكان من جوه ابيض، انت عندك قلبك ابيض. لا هدوء. ايوه يعني في ما هو هدوء داخلي ان هو انت بقى لما سامعني بعلي صوتي بحجم اللي قدامي، مش علشان اعلي صوتي، مش عشان متعصبه. الشخصيه المتسلطه اللي هي الشخصيه اللي انت اللي هي مثلا شايفاها بيتعامل مع الناس بانفه وبتعالي، تقولي له ايه؟ قصدك الارجنت. أيوة. متكبر ومتعالي. برافو عليك. رفع مناخيره لفوق. صح. متكبر ومتعالي. ده بيبقى كده. بس اتعامل معاه ازاي؟ يعني انا كده ما بس. تعملش معاه خالص. لا يعني ضايع يعني قصدي. يعني انا دلوقتي في واحده متجوزه واحد، اي حاجه هي بتعملها هو شايفها ان هي غلط، هي تتعامل معاه ازاي؟ وهي على حق ولا هو اللي على حق؟ لا هي على حق، بس هو دايما بيشوف كل افعالها غلط، اي حاجه. واتجوزوه ازاي وهو شخصيته كده من كانت بتحبه، هي كانت بتحبه في الاول. هتحبه ازاي وهو بالوضع ده؟ هي كانت بتحبه واكتشفت. في حد يحب حد عمال ينتقده؟ مراية الحب عمياء. لا هي نفسيتها مش سويه. هي نفسيتها مش سويه طبعا. يعني ما ينفعش لو هي بقت في امر واقع ما ينفعش تتعامل معاه. خلاص هي اتجوزته. اكيد عرفته فتره من خلال زماله او قرابه او اي حاجه. مين اللي من الفنانين؟ مش انتوا بتقولوا بتحبوا مش أيوة تقليدي؟ صح. مين اللي من الفنانين انت بتحبيه وشايفاه فعلا فنان مثقف؟ يعني بص، كل الجيل بتاع زمان جيل يوسف وهبي. بص انا هكلمك بصراحه وعلي الكسار وكده. انا هكلمك بصراحه. انت مثقفه، انا بكلمك بمنتهى الصراحه، انت ما شاء الله مثقفه ومتحدثه. يعني ينقصك بس ان انت تطلعي كده قدام الناس تلبسي تقدمي برنامج. ما انا تعاقدت فعلا على مذيعه. ما كملتيش ليه؟ برنامج ايه؟ لا حصل ظروف اتخطفت وقتها. يعني كان بالتوبيك مش بفلوس او بحاجه. الفكره كانت نفسها التوبيك اني هتكلم في ابراج الصين. انت ما شاء الله في الحته دي بصراحه، حتتك ملعبك شاطره جدا. يعني انا كله بيثني عليك في الحته دي. طب مين من المذيعين اللي انت شايفاه كان فعلا قدوه للشباب؟ جورج قرداحي. شاطره. ده شايفاه ان هو مثل للمذيع المثقف. مين تاني؟ جمال مختار ولا اسمه ايه نسيت؟ جمال الشاعر؟ لا اللي هو بيقدم ايه وانا اقول لك؟ طارق علام. طارق علام بتاع كلام من طارق دهب. علام طبعا. كلام من دهب. عالم يعني تاني. انت جيلي بقى، انت هو عارف. كل البرامج القديمه هقول لك انا يا ستي، انا يعني وعيت على القناه الاولى والثانيه، تمام؟ كنت تفتح القناه الاولى مثلا الساعه 7 وتقفل الساعه 12. كنت تتفرج على الساعه اللي هي بتاعه الاطفال لو انت فاكراها، في ساعه كانت اطفال. وفاكره القناه الثالثه تابعتيها؟ القناه الثالثه كانت برضو بتجيب شويه برامج اطفال كده برضو في الاول. طب ما القناه الثالثه دي مفتوحه سنه 86. برافو عليك، برافو عليك، انت ما شاء الله متابع. انا اصل التلفزيونات عندنا الملونه ظبطت فيها القنوات كلها من اول الثالثه لحد 9. طب انا هختبرك. عارف ايه؟ بالكتالوج نفسه طبعا بالانجليزي. بالكتالوج وبقرا وبروح مظبطه القنوات. انا هختبرك في حاجه بقى في الجيل ده. انا هقول لك البرنامج وانت تقولي لي مين اللي بيقدمه. الى ربات البيوت. صفيه المهندس. الله. دي هايله طبعا. كلمتين وبس. فؤاد المهندس برضو هايل. على الناصيه. اساسا اسمها ايه؟ ساميه حاجه، ساميه فهمي، حاجه فهمي. امال فهمي، برافو عليك. امال فهمي. اساسا انا مستمعه جيده جدا 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 للبرنامج العام. ما شاء الله عليك. طيب من اياميها من وانا صغيره لحد وانا كبيره. طب اذا عرفت الحل فاتصل بينا تليفونيا على 57 357. برافو عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اتصلت بس ما كنت بعرف لا انت فاكره الجايزه كانت كام؟ كانت 50 جنيه. مش فاكره، كان مبلغ كبير. 50 جنيه. طيب هقول لك على حاجه برضو في الجيل ده. الجيل ده بصراحه كله جميل، الجيل ده كله بصراحه ممتاز. هقول لك انا على حاجه جميله وتقولي لي البرنامج ده ايه، او تقولي لي المذيعه يا البرنامج. كانت بتقول ايه؟ سيما الاطفال عفاف الليلاوي. لا ده انا هقول لك راديو برضو، راديو بس اذاعه غير البرنامج العام. بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المستمعين. مين بتطلع؟ لا ما اعرفهاش دي في البرنامج العام. طب بريد الاسلام برضه ما اعرفوش. طيب في انهي قنوات دي؟ اذاعه برضه اذاعه.
ايوه انا كنت بسمع البرنامج العام طب بس. البرنامج العام، طب هقول لك يا سيدي في البرنامج العام. وصوت العرب ساعات لا اذاعه القاهره الكبرى ايه؟ اذاعه القاهره الكبرى بس لسه شغاله قريب، صوت العرب قديم قوي. ازاي اذاعه القاهره الكبرى قريب؟ يعني في الثمانينات. ليلى قالت لي عليها سنه حاجه و90. هي بادئه في الثمانينات. مين ليلى؟ ليلى شبرا كانت ساكنه فوق السطوح، كانت متابعه القاهره الكبرى عن التخسيس والحاجات الغريبه دي. طيب ايه افضل برنامج كنت انت متابعاه على البرنامج العام؟ اقوى برنامج؟ كل اللي انت قلت عليه كلهم ما شاء الله. طب في حته احنا نسيناها. كلمتين بس برغم انها 5 دقايق اللي انا كان بيبقى فيها الفارق. ايوه بس كان في برنامج الصبح مهم برضه. بالسلامه يا حبيبي بالسلامه. ما هي دي صفيه العمري، صفيه المهندس. صفيه المهندس بتاع الى ربات البيوت. بالسلامه ده برضه حد تاني بس مش فاكره اسمها ايه. طريق السلامه. ها طب هو طريق السلامه كان بيعمل ايه؟ مش فاكره والله. مش فاكره. طيب في ايه تاني من الصبح كان بيتقدم؟ ها افتكري لي. انصحيني، انا النهارده لسه واحد بادئ في الاعلام ولسه مذيع صغير، تنصحيني تقولي لي ايه؟ من ناحيه ايه؟ انصحيني في المجال. يعني انت مثلا شايفه مذيع وعايزه تنصحيه تقولي له اعمل واحد. اهم حاجه يكون عندك حسن استماع، بانك ما تقطعش اللي قدامك. تمام. بصوا بعد القعده دي انا ضرب لك سلام والله، يعني خلاص. وما اجي بعد كده اول حد لازم، لان انت عندك كنز معلومات ما شاء الله. طيب حساس لا بس ما تلاقي ايه اللي بيتكلموا دول. طيب حساس مخلص كتوم جدا. لو بتحب واحده ما بتقولهاش. خجول. بتحب الصراحه من كل اللي حواليك. ده عشان السرطان. وكمان التنين في نفس الوقت برضه بيحبش الناس اللي ايه، بيحب الناس الدغري الدايركت. هقول لك حاجه بصراحه في وشه، يعني بصراحه او في وشه، بس عايز نصيحه ليه. لعبي وبتاع بنات تقولي له ايه؟ هو ما اعتقدش سرطان خجول ومحترم. هو لعبي وبتاع بنات مش باين عليه. ها ايه طيب الكلام ده صح؟ طيب وانا انا 1/11/1999. 99 شكلك اكبر. ما عشان الميك اب اللي هي عاملاه. لا عندها الحته دي عامله شويه عصبيه بتكشري كده. بالتنشن. برج القطه العذراء القطه. عذراء العقرب. قصدي العقرب سوري. كام 11؟ 1/11. بشكلها العذراء ممكن الاسم مع اسم الام. 11 برج العقرب والقطه. الناس اللي بتهتم بالابراج ديت، المعلومات دي فعلا حقيقيه ولا هي بتبقى تخمين؟ مش تخمين، ده علم الفلك مذكور في القران. وجعلنا لكم نجوما وكواكب لتهتدوا بيها، مش بس في الطريق. تهتدوا بيها في الابراج. يعني مثلا كوكب المريخ اللي هو برج الحمل. يعني فعلا احنا بنتغير مع الفصول. يعني انت مثلا برج ايه؟ قلت لي العذراء. ممكن في يوم معين تبقى برج الاسد. في عوامل مؤثره. بس بتخليني ان انا اخد الصفات بتاعت الاسد. بالنسبه للمغنيين، مين من المغنيين اكتر حد بتحبيه؟ مصريين ولا اجانب ولا مصريين ولا لبنانيين؟ مصريين. عمرو دياب، تامر حسني، ايهاب توفيق. عامر منيب. عامر منيب الله يرحمه مات. بالنسبه للاجانب؟ عامر منيب عايش مش ميت. بالنسبه للاجانب؟ اللي انتوا ده ممثل يا مختل عقليا. احمد سلمي على احمد، جاي يسلم عليكي. ازيك يا احمد؟ منورنا، اهلا بيك. الله يسعدك يا رب. ربنا يشفيك يا رب. طب هو قول لها انت برج ايه او شعر كام؟ انت مواليد شهر؟ برج الاسد. اسد. شعر كام؟ ايه اللي عمل فيك كده يا حبيبي؟ ورم سرطان. ربنا يشفيه ويحفظه يا رب. لا موضوع اكبر من موضوع سرطان. سرطان. بس احمد ما شاء الله. حد شوهك ولا انت حصل لك كده لوحدك؟ لا بس احمد ما شاء الله بقى ايده قاعد. عارفه بيعمل ايه؟ احمد عارفه بيعمل ايه؟ بيجيب لعب للاطفال ويوزعها في الاطفال في الشارع. ربنا يكرمك يا احمد فعلا. حنين على الاطفال وحنين على اي حاجه مسكينه ضعيفه. ربنا يديك على قد نيتك. هو بقاله كده ما شاء الله سنه وشويه شغال في الموضوع في الشارع، يوزع على الاطفال اللعب وكده. ربنا يشفيك يا رب. مين هو اكتر شخص انت بتخافي منه؟ مفيش مخلوق. لا مش الخوف. بخاف من الخالق يا حبيبتي، ما بخافش من المخلوق. لا انا اقصد اقول مش الخوف اللي هو الخوف الرعب، لا ان انت تخافي تتعاملي معاه تتجنبيه، عارفه ان شخصيه سيئه. مفيش حاجه اسمها خوف. انا ما بتكلمش مع حد الا اذا كنت محترمه عقليته بس. يعني انت كده محترمه عقليتي؟ طبعا. ربنا يبارك لك والله العظيم على راسي. وانا بعتذر لك ان كنت حصل تاتش في الاول، بس انا بقول لك مفيش مره هاجي هنا لما لازم اسجل معاكي ان شاء الله باذن الله.
ودماغك الراقيه الكبيره دي. انا بس بعتب عليكي بقى يعني. انت من البحيره؟ سامعاك بتقول من البحيره. البحيره. من بيت ايه في البحيره؟ معلش اصل انا اختلط عليا الامر، في حد شبهك وحش يعني. بيت ايه في البحيره؟ لا ده انا اساسا من المناطق الخيريه القليوبيه، بس انا رحت عشت في البحيره. يعني انا دلوقتي عايش في البحيره، لكن انا اساسا المناطق الخيريه من يعني القليوبية. نص هنا ونص هنا. عامه القليوبيه وبحيره طيبين. طب الحمد لله. وعايزه اقول لك حاجه تانية، برج التعبان بحب الموسيقى، ومش بشوف التعابين بتطلع على الموسيقى ترقص وكده فبيحبوا يرقصوا. انت ليه دايما بالله عليك دي اخر حاجه هتريحك ونفسيا همشي من هنا مبسوط. ليه انت طيبه؟ يعني انت طيبه ما شاء الله. ممكن تجيب لي شوكولاته هديه؟ حاضر والله. لا شوكولاته بقى والله حاضر قسما بالله. انت وعدتني بسلطه خضراء. لا كنت بهزر. لا كنا بنهزر والله. لا اجيبها. دي لحد بكره، لحد ما نجيب لك علبه بكره. لا تمام. دي ايه دي؟ شوكولاته بالبندق. طلبت منك هديه. لا انا مش اي بندق بقى. طلبت منك انت هديه. لا من غير. انت جبتها منين؟ من شنطتها. دي من معاها. بجد؟ ميرسي. مريم. من مريم معاها شوكولاته في شنطتها. عتاب بقى، هتقبلي مني؟ هقبله منك. احنا مش عايزين شتايم بعد كده لحد. انا مش بشتمش حد. لا يعني في ساعات كده اول ما بتتعصبي تشتمي. ما بقول لك انا ما بتعصبش. ازاي 52 سنه وما عنديش تجاعيد؟ صح. لا عشان معناها ان انا ما بتعصبش. حياتي. لا نسب القيس مسلسل. طب انا عايزه ابشرك لو الانسان عصبي ان هي قامت مشيت النهارده. ما شاء الله والله. لا بجد؟ لا وقفتي ام نبيل قالت يعني طيب وقفت ماشي واحده. طب ابننا عايز يسمعك صوته بقى عشان تقولي له انت مش عارفك اني مش قادره اتحرك. لا اعرفش والله لسه دلوقتي. انت بتقولي انت يعني هو بسأله. هي بتقول لك ابشرك بحاجه انها قامت وقفت ومشيت. فقلت لا وقفت بس، فقلت بجد يعني معنى كده انت عارف. ما شاء الله عليها والله ما اعرف. طب عارفه ما بتحركش. لا انت ربنا يحفظك. ما شاء الله عليها بتركز في التفاصيل قوي. ما شاء الله عليها. بص بركز في التفاصيل باخد بالي. صح. تقولي له يغني ولا ما يغنيش؟ هتسمعي صوته. يلا مين اللي هيغني؟ مصطفى. يلا مصطفى غني يا مصطفى. يلا على الهوا غني وسمعنا. وما قدرتش انساك والليالي كل ما تفوت الليالي كل ما اشتاق يا حبيبي واقول ايامنا وحشاك ولا ناسي اللي انت من غيرك بقاسي كان نفسي اعيش عمري معاك على طول. سقفة كبيرة سقفة كبيرة. الله بجد. دي اغنيه لحماقي تقريبا. لا عمرو دياب. انت قلت بحب عمرو دياب. لا ده حماقي بيتهيألي. عمرو دياب بس اغنيه قديمه قوي. بس يا رب وانا ما بغنيش انا بتكسف. انت قمر. الله اكبر. بس اقول لك حاجه، بحبك قوي. انا بعد القعده دي انا غيرت فكرتي تماما. انا ما شاء الله ما شاء الله عليكي. لا انت يعني اسطوره معلومات ومثقفه تتكلمي. لا ما شاء الله والله. عايزين بقى ان شاء الله في الفتره الجايه كده ما تقف على رجلك. احنا عايزينك تقعدي معانا والله ما بهزر مش بتكلم كده. تقعدي معانا وتدينا بقى كورسات، تدينا يعني المعلومات اللي عندك دي حرام تحتفظي بيها لنفسك. خلاص انا بشكرك جدا والله على الوقت اللي انت يعني دي الهديه. يا بختك. هحسدك على الضحك كده اللي انا محرومه منه. لا عشان تجيب منها شكلك عجبك. ربنا يبارك لك في عمرك، وان شاء الله الزياره اللي جايه زي ما قلت لك كده احنا اللي نبقى ضيوف عندك ان شاء الله باذن الله. خلاص ضيفكم طبعا. واللي ما يعجبكيش قولوا له انت مش عاجبني وخلاص. من غير لا زي ولا شخط ولا نطر. فكك الدنيا مش مستاهله. دول مخنثين بشعين مش قادره اقول. خلاص بقى مش عليها هي على مخنثين. لا خلاص معلش. وهي بصراحه يعني انا لما شفتها بتتكلم على الفيديو بتاعك وهي عماله تعيط وتصرخ. ده كلام فارغ. ماشي يعني ده هي من اللي خاطفاني. والله العظيم انا فعلا اللي خطفتك لحياه كريمه عشان بحبك. انت عسل والله العظيم. بحبك جدا. واحنا شرف لينا كلنا كده. حياه كريمه اذا كان ربنا مسخرني وخلاص بقيت من رؤساء الدول ومخابرات امن دوله عالمي وكل حاجه، وربنا مسخرني ان انا اكشف الحاجات دي، اكشف الحقيقه ان انا مش صالحين مش نبيه ولا الكلام الفارغ ده. بس انت قادره تستحملي كل ده؟ قادره. يعني انا عارف ان كل ده ضغط على دماغك. كل اللي لا مفيش ضغط الحمد لله. الحمد لله. ربنا يحفظها يا رب. ربنا يحفظك. وشكرا على وقتك، شكرا على طولة بالك، شكرا على استقبالك وضحكتك الجميله دي. ميرسي والله ما صفر. طب والله بتكلم من قلبي. ما انا بقول ميرسي.
انا ما قلت صفر، مين اللي قال صفر؟ بحسبك يعني بتفكر، اصل انت عملتي لي كده فانا فكرتك انت بتقولي لا يعني. بقول لك ميرسي طيب. وابتسم لك بطريقه كويسه. انا هجيب لك واحده من قوي قول لهم السلام عليكم. يلا اعملي باي. باي باي. زي العسل. يعني الشيخ ده خلاص كده رميناه